بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن فريق الباحة رايدرز تشرفنا بتنظيم التجمع الرابع للدراجات النارية في منطقة الباحة في نسخته الرابعة. عدد الحضور لهذه الفعالية في هذا اليوم أكثر من 250 مشارك من جميع من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى دول الخليج والدول العربية والدول الشقيقة. نرحب بهم جميعا ونشكر لهم حضورنا وتشريفنا في مشاركتنا هذه الفعالية. كما نتقدم بالشكر لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة على الدعم اللامحدود الذي نحظى به نحن فريق الدراجات النارية أو فريق الباحة رايدرز للدراجات النارية في المنطقة. الهدف من هذه الفعالية التعريف بمنطقة الباحة سياحيا وثقافيا وتاريخيا. نزور العديد من المواقع والمواقع الأثرية والحدائق العامة التي تستحق الزيارة. نشكر لكم متابعتكم، وكما أشكر الأخ عبد الله مراد صاحب القناة على هذه الاستضافة، وشكرا لكم جميعا. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يسلمك ويعافيك. نورتم الباح. نورك. ومحافظ بالجرشي خاص. الله يعطيكم العافية. طبعاتكم عن أجواء الباحة والله بسم الله ما شاء الله، من يوم دخلنا الباحة تعدينا نخال ما شاء الله تبارك الله، الضباب، رشة مطر، زي ما تقول ترحيبية، فهمت؟ الحمد لله. بداية اليوم الأول يوم الخميس بداية موفقة إن شاء الله، وأجواء حلوة إن شاء الله، ومناظر ما شاء الله تبارك الله روعة. يعطيكم العافية. نادي الطائف عفوا الباحة رايدرز، نحن الطائف رايدرز، والله يقويكم إن شاء الله. الله يحييكم. العافية والله يبقيكم، كثر خيركم إن شاء الله. حياكم الله. صبحكم الله بالخير. يا صباح النور. كيف حالكم؟ طيبين؟ وإن شاء الله أحييكم الله في يبقيك منطقة الباحة ويطول بعمرك وعمرك إن شاء الله ويعافيك إن شاء الله. كيف أول شيء تشرفنا بكم أن شفناكم. الله يعطيك العافية. طبعا حنا فريق رحالة حايل، جينا طال عمرك 1300 كيلو من غلا الباحة وأهل الباحة. على راسي. أيوة. ولا المهرجانات على ما قال بكل مكان، لكن أنتم دائما تنظيمكم واستقبالكم غير، وهذا الواحد اللي يحمسه انه يجي كل سنه. ودنا لو يصير 3 ايفنتات بس سنه، يعني كل 4 شهور مره حلوه. الله يحييكم. الله يسعدكم. الله يحييكم ونورتم الباحة. استقبال الطيب والابتسامه اللي ما فارقت ولا واحد منكم، ما شاء الله تبارك الله. ايوه هذا اللي شجعنا وجينا عندكم. الله يحييكم. الله يحييكم يخليكم. والله نفرح بالضيف يا حبيبي ما يحتاج، جاي نشوف بوجيهكم بصراحه. الله يطول اعماركم ويخليكم. صبحكم الله بالخير. الله يسعد صباحكم. حياكم الله. الله يحييكم من منطقة الباحة وفي محافظة بالجرشي خاصة. احنا الآن في منتزه القمع في محافظة بالجرشي. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا حبيبي. انطباعكم عن الموقع. جميل ما شاء الله تبارك الله، وتوفقتوا، واحنا توفقنا بالنسبه للاجواء، توفقنا جدا. اي والله، ويعطيكم العافيه على جهودكم هذه والله، وتشكرون عليها. الله تسلموا. والله جلسة مع الشباب ولا أروع، كفاية الشباب والجمعة الحلوة. الله يحييكم. الله يحييكم. الله. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. كيف حالك؟ هلا والله بحبيبي. طيبين. هلا والله بغلا. وإن شاء الله يحييك. الله يبقيك ويسعدك. يعطيكم العافية. يعافيك. سعدنا والله بلقائكم، والشكر طبعا يعود للباحة رايدر لأنه هم السبب الأكبر بهذا التجمع، وهم ما شاء الله المبادرين دائما. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إتمام هذه الفعالية للنهاية بالسلامة، ورجوع المشاركين جميعا لأهاليهم بالسلامة يا رب بإذن الله. الله يعطيك العافية. صراحة نورتم والله المنطقة وبجيتكم ما شاء الله الأمطار الحمد لله من أمس ما شاء الله، واليوم الضباب وزي ما أنتم شايفين الغابة منتزه القمع في محافظة بالجرشي. والله يحييكم. الله يسعدك ويبقيك. الله يسعدك. شكرا لك.
صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. كيف حالك؟ طيب. يا مرحبا ومسهلا، اسعد الله حياكم الله. بالخير. معكم بندر محمد الربيع من بيشا رايدرز. حقيقة سعدنا بما رأيناه من اليوم من تنظيم، والمكان ما شاء الله تبارك الله، وبإذن الله المشاهدين يحضرون هنا في وقت آخر بإذن الله. كيف الأجواء؟ ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. المنظر كيف المنظر هذا؟ ما شاء الله، والمنتزه جدا جميل هنا، والأجواء جدا جميلة. احنا في محافظة بالجرشي، منتزه القمع. نعم. انت اول مرة تجي هنا ولا؟ نعم. اول مرة؟ اي نعم. وكيف الاجواء وكيف السد؟ والله الأجواء ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا. الله يحييكم ويحيي اهل بيشا كلهم. يطول في عمرك وعلى روسنا والله. الله يطول في عمرك. وعلى قال ها بيجوكم الحرب بيجون عندنا هنا. اي بيجي الصيف ونجيكم. الله يحييكم. الله يبقيكم ويطول اعماركم. حيا الله ابو محمد. الله يبقيك ويحييك. الاستاذ غرم الله محمد خليف، ما شاء الله تبارك الله. طبعا المنتزه القمع ما شاء الله تبارك الله يعني فيه تغيرات، واليوم احنا عاد الشباب كلهم ضيوف عندكم. الله يحييكم اولا. شرفنا والله زيارتكم هذا المكان والمنطقه يعني بصفه عامه، وشرف عظيم والله دخولكم عندي لمنتزه القمع، وضيوف المنطقه ضيوف علينا، ضيوف علينا وعلى اهل المنطقه بصفه عامه. شرفتم المكان والله يحييكم. صراحه اختياركم هذا المكان كان شرف لي عظيم، واهلا وسهلا بجميع من حضر من المنطقه ومن خارج المنطقه، من جميع المدن ومن جميع الدول. اهلا وسهلا بكم جميعا. ازدهر المكان بوجودكم واخضر المكان بوجودكم، وصراحه الشعور والله انه عندي زايد عن حد صراحه، يعني بصفه صاحب او المشرف على المكان، وزيارتكم لي شرف عظيم والله يا محمد. حياكم الله جميعا. الله يحييكم. الله يبقيكم ويسلمكم يعطيكم العافيه. وصراحه الموقع يعني متميز، يعني الكل هنا كلهم زاد تميزوا اليوم بوجودكم، زاد تميزوا صراحه بوجودكم، لا في اخضرار الارض ولا في الجو العليل. والله يحييكم من جميع المدن وجميع الدول. الله يحييكم. الله يبقيك ويسلمك يعطيك العافيه. صبحكم الله بالخير. صباح النور، يا وسهلا. كيف حالكم؟ طيبين؟ العافيه. الله يحييك. وان شاء الله يحييكم. الله يهديك. حياكم الله في منطقه الباحه. الله يهديك ويعطيكم العافيه للتنظيم والشغل والاستقبال والمناظر الجميله ما شاء الله والاجواء. اخوك المهندس احمد الزاهقي رئيس فريق قسم رايدرز والمشرف على شبكه السعوديه رايدرز، وش يشكر فريق الباحه رايدرز اداره واعضاء، واشكر جميع المشاركين اللي شاركوا بالاحتفاليه والكرنفال الجميل هذا. معودين ما شاء الله الباحه رايدرز على مستوى جدا عالي، والمناظر ما شاء الله تبارك الله محمس الواحد يجي يتعب بالطريق بس يجي هنا ينسى التعب. ما شاء الله تبارك الله. الله يحييكم. الله يعطيكم العافيه. كيف الاجواء معكم؟ لا ما شاء الله تبارك الله، ضباب وغيوم وامطار. لحقتم الامطار امس؟ وجمال ناس وجمال انفس. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. احييكم. الله يبقيك. شكرا يا حبيبي. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. الله يحييك. حياك الله. حيا الله صوت رأس عمان. يا اهلا ومرحبا. حياك. اهلنا وربعنا. جزاك ما يحتاج. احنا كلنا واحد. ما يحتاج. ولا هناك كلنا الواحد ما يحس انه اصلا برا بين اخوانه. ما يحتاج. وين ما يروح. ما يحتاج. الله يحييكم. حياكم الله. ما ادري انا اول مره تجي طبعا الموقع هنا بالجرشي او الباحه. منتزه القمع اول مره اجي، بس الباحه بشكل عام جيتها. اللي هو منتزه القمع هي محافظ بالجرشي. بالجرشي هنا. زرت بالجرشي بس هالمنتزه بالضبط ما زرت، اول مره ازوره. اول مره اجي. طيب كيف انطباعك مع المنظر وكيف؟ صراحه مكان عيد الذكريات للصلاله عندنا. ما شاء الله. بس عندكم برضو خضار يعني ما شاء الله. هنا المنطقه خضراء والمويه ما شاء الله هنا، لكن على الصلاله ما نقارن بهذا الشيء. في بعض الفروقات، بس ما شاء الله بعد عندكم الاجواء كلها تمام. صراحه وشوفت الشباب هذا لهنا وحدها تستاهل العنو. الله يحييك. حياك الله. وفرصه سعيده ان شفناك. جزاكم الله خير. احنا اللي نتشرف شوفتكم. على راسي. حياك. مساك الله بالخير. يا هلا والله. كيف حالك؟ بالنور والسرور بخير. الله حياك الله في البحر. يا هلا ومرحبا فيك. شرفتمونا. الله يسلمك. يا ليت تعرفنا باسمك وبالفريق اللي من فين جاي. معاك علي آل لباط، عضو فريق عوامية بايكرز. بصراحة أول مرة أجي للباحة في هذا التجمع الرابع للدراجين. صراحة شعور لا يوصف من ناحية تنظيم الرايدات والأماكن اللي زرناها مع
فريق في الباحة رايدرز. طبعا احنا نتابع القناة رحال كرمين في اليوتيوب، فجدا جميل بصراحة، شعور لا يوصف من ناحية الترتيب والأماكن، جدا حلوة بصراحة. وأتمنى إن شاء الله في المرات القادمة بعد إلي زيارة ثانية، لأن بصراحة جدا جميلة، فيها أماكن جدا حلوة. بس الله يحييك ويعطيك العافية. احنا بننتقل عند الأطفال هنا. السلام عليكم. كيفكم طيبين؟ ما شاء الله عليكم. فين جايين؟ من القنفذة؟ ما شاء الله. كيف الباحة؟ أول مرة تجون هنا؟ ثاني مرة؟ طيب كيف غابة رغدان؟ حلوة؟ ايوه ما شاء الله. الجو بارد صح؟ ايوه. هذا يقول ان الجو بارد. كيف الجو؟ والله حلو ممتاز. يعني بارد؟ بس شوية بارد، بس ثلج ومطر. يلا يعطيكم العافية. مساكم الله بالخير. مساك بالنور والسرور. كيف حالكم طيبين؟ أول شيء الله يحييكم حياك الله. في منطقة الباحة. فأنا ما أدري كيف انطباعكم على الأجواء وكيف مع الرالي الباحة رايدرز. والله معتاد عليكم، يعني هذا مو شيء جديد عليكم، ما شاء الله تبارك الله الكرم، ودائما انتم مجمعين الدبابات وراعين حفلات وراعين فعاليات، يعني ما فيها كلام يعني. الله يحييكم. الله يحييك يا هدي. وكيف استانستم بس مع الأجواء هذه؟ أكيد أنا هذه ثالث مرة ما شاء الله أجي التجمع حق الدراجين. التجمع هذه ثالث مرة؟ إي ما شاء الله تبارك الله. حبيبي. انطباعك حبيبي؟ باقي زي ما انت شايف، مبسوطين الحمد لله، وبد الى الاخير على قولتهم. الله يعطيك العافيه على اللي سويتوه، على التجمع هذا. تعرفنا على الرياجيل شرواك وعلى شرو اللي من ورا الكاميرا يا حبيبي. وبد الله يسعدكم. انطباعك؟ يا مرحبا حياكم. والله ما عندي كلام ازيد على الشباب، الله يسعدكم ويبيض وجيكم، اسعدتونا واسعدتوا الاطفال هذولي، وهذه تسوى عندنا شيء كثير ترى. الأطفال هذول صراحة سعداء ومبسوطين وهم فرحانين عشان الدراجات النارية طبعا، ما شاء الله تبارك الله. والله يحييكم. حياكم الله. الله يسعدك. مساكم الله بالخير. مساء النور، حياك الله. على الله يحييكم. الله يحييك. حياكم الله في منطقة الباحة. الله حياك الله يا غالي. شرفتمونا والله. الله يبارك فيك، شرف لنا، الله يحفظك. الله يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. اخوك خالد حمزي من فريق كواسر جيزان. حبينا اليوم نشارك في رالي الباحة. صراحة رالي الباحة اليوم يعني مختلف تماما، ولأنه يعني وجد فيه أكثر من شيء مميز في هذا الرالي. الجو ما شاء الله والتجمع والعالم، فتنقلات في أكثر من موقع، خاصة غابة رغدان ما شاء الله تبارك الله. كمل. غابة رغدان ما شاء الله تبارك الله، شوف مليئة الآن بالدراجات النارية مع العالم الموجودين هنا، المصطافين والمتجولين في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. صراحة شيء جميل جدا جدا. طبعا الرالي في هذه السنة مختلف تماما عن السنوات الماضية، ويعني صراحة متنفس الموقع، متنفس جميل جدا. الأجواء لو تلاحظ يعني في فوق ما شاء الله تبارك سحب كامية مع سحب سوداء مع بيضاء، إن شاء الله تعالى بتكون يعني ماطرة بعد قليل بإذن الله تعالى. فالأجواء ما شاء الله مرة ممتازين، الشباب ما شاء الله رائعين جدا. شوف الشخصية هنا ما شاء الله تبارك الله. شو اسمك؟ هذه البنت الجميلة ما شاء الله. اسمك ايش؟ ارفعي صوتك يا سهام مدسر. إلهام مدسر. إلهام مدسر سودانية صح؟ الله يحفظك إن شاء الله. حياك الله. كل ما شاء الله مشاركين هنا، لأنه صراحة الجو مرة رائع وجميل فخم. الرالي مرة فخم، وأشكرك وأشكر قناتك ما شاء الله المميزة، وإحنا متابعين القناة حقك والمزيد إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ويجمل حالكم ويشوفونك على خير إن شاء الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يحييكم. حياكم الله في الباحة. والله والنعم فيك. أنا ما أدري أول مرة تجون الباحة ولا؟ أنا بالنسبة لي أول مرة. أول مرة تجي الباحة؟ أيوة أول مرة. ما عرفنا باسمك. سلطان العتيبي، جايك من منطقة تبوك. ما شاء الله. نعم. مسكت خط وسمعت ترى الرحلة هذه تجمع الباحة هذا ما هو شيء جديد، أنا سامع عنه من قبل. وتعنينا وتلقينا الشيء الأجمل اللي ما توقعناه صراحة. الله يحييكم. حظكم فيها صراحة، حظكم في الباحة.
اجواء وناس طيبه والله والنعم فيكم ما قصرتوا. الله يحييكم حياكم يا الله هلا ونورتمونا والله الله مع يحييك. التجمع الرابع. التنظيم كان حلو وجو دراجين من جميع انحاء الشرق الاوسط يعني ما غنيين عن التعريف انتم ما يحتاج يعني. والله ما شاء الله يمكن فوق. اي والله معنا اخونا حياك الله فايز البلوي. فايز البلوي ونعم استاذ معي صديقي يوسف. يوسف تو تعرفت عليه في حياك الباحه. انا المره الثانيه ولله الحمد اجي الباحه في تطور مستمر. كنت في التجمع الثالث وجايين من تبوك سولو طبعا حالي. ولله الحمد شباب مفخره يعني مفخر على مستوى المنطقه ومستوى الوطن بالتنظيم بالناس اللي شايفهم ما شاء الله تبارك الله بالمحيا الاستقبال الابتسامه رغم الضغوط اللي عليهم ولكن بيض الله وجيههم. الله يطول عمرك. شاكر ومقدر جميع فرق الباحه خاصه الباحه رايدرز شخصا. الله يجزاهم خير. الله يعطيكم العافيه ويحييكم ونورتمونا والله. تسلم لي يا حبيبي. الله يعطيكم العافيه. تمام. مساكم الله بالخير. يا هلا كيف حالكم طيبين؟ الله يبارك. أول شيء الله يحييكم الله يحييك في منطقة الباحة. يا مرحبا. وتشرفنا والله بوجودكم عندنا هنا. نحن كذلك من منطقتنا ذي طال عمرك. الله يحييكم. ما أدري من فين جاي. والله احنا جايين من الرياض لكن احنا تبع رايدرز القصيم. نعم. اي والله وهذه ثالث مشاركة لنا هنا بتجمع الباحة ومن افضل التجمعات اللي حضرناها ولله الحمد. لا تنظيم ولا اجواء ولله الحمد والشباب ما شاء الله يشجعون والمسارات حلوة ومتنوعة. كيف الأجواء في الباحة؟ والله هالمرة صراحة أفضل المرات اللي راحت هالمرة. لا الأجواء لا الضباب الأمطار. الله يعطيكم العافية. شوف الرجال ما شاء الله جالس يسوي القهوة. يعطيك العافية حبيبي. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ يا مرحبا. ما شاء الله على القهوة. تفضل يا أهلا وسهلا. الله يكرمك. الله يحييك. كيفك أخبارك طيب؟ منورين. وش هالديرة الحلوة؟ بوجودكم. الله يخليك. والله بوجودكم. يا هلا والله مرحبا. الله يخليك. يعني أي ديرة ما تحلو إلا. الله يسعدك يا حبيبي. كيف التجمع الرابع؟ والله صراحة أنا أشوف باحة رايدرز ما شاء الله تبارك الله وتجمعهم الرابع هذا على التوالي من أفضل ما شاء الله التجمعات اللي على مستوى المملكة للأمانة. تنظيم إبداع ما شاء الله يعني الأعداد كبيرة وصعب ترى مثل الأعداد هذه الواحد يكون يلمه ويسيره فصار الحقيقة شيء جميل والله وأبدع. والعام الماضي والسنة هذه ما شاء الله أشوفه يعني غيروا شوي من البرامج والمسارات فمن إبداع لإبداع إن شاء الله. الله يحييكم. يا مرحبا. شرفتمونا والله. أهلا وسهلا. هلا والله وغلا. سالم الزهراني بايكر يمكن معروف بالايفنتات يعني الخارجيه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه. لي الشرف اطلع في قناتك و يعني بصراحه وهذه ميزه المهرجانات اللي مثل هذا المهرجان مهرجان الباحة الرابع اللي يجمع بين هواة وبين بايكريه فينا يعني ناس خلف الشاشات عرفتها ناس يعني تسمع فيها فودك انها تصير يعني تشوفها على الطبيعه وهذه اكبر نعمه صراحه. فتجمع جميل نشكر القائمين عليه صراحه جهود جباره يعني حتى يعني شكر لاماره الباحة وشكرا للمرور وشكرا برضو للقائمين على المهرجان بشكل عام. شكرا لك انت. كيف اجواء الباحة؟ جميله وعاد انا ولد الباحة وزاد جماله والله بوجودكم وبحضور الجميع. يعني كيف بالدراجات؟ والله المهرجان جميل كل سعيد يعني أنا شفنا دراجات لوحة قطرية شفنا دراجات لوحة من الإمارات شفنا ناس جايين من يعني وجميع الدراجات يعني حتى ما في عنصرية لدراجة معينة. أنت شايف الآن الشباب ما شاء الله بقهوتهم شاهيهم سعة صدرهم فالله يمتعنا وياك بالصحة والعافية وإن شاء الله نشوف مهرجانات ثانية بإذن الله. والله يحييك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم العميد طيار متقاعد خلف بن كريم خلف العنزي من منطقة الرياض، جايين من فريق النخبة رايدرز. صراحة تشرفنا اليوم بدعوة كريمة من منظمين القائمة على منظمين منطقة الباحة رايدرز، ومن أجمل ما زرنا هذه المناطق الجميلة، ونشكرهم حقيقة على اختيارهم للمناطق. من هذه الشلالات، شايف الشلالات ما شاء الله تجي، وهذا الماء القنوات اللي جايه من الشلالات، وهذه منطقه اسمها منطقه خير او غابات خيره. صراحه من احسن المناطق اللي زرناها ونتشرف بزيارتها، والله تضاهي مناطق دول العالم بهذه المناطق، وهذه موجوده في بلادنا الحبيبه. احنا جايين من منطقه نجد، وهذه مناطق موجوده عندنا، يعني كنا ما نشوفها الا برا، والحمد لله هذه موجوده عندنا في مناطقنا وفي دولتنا الحبيبه. ونشكر جميع القائمين على هذا التجمع، ونشكرك يا اخ عبد الله مراد على هذا التغطيه. وانت دائما مغطي منطقه الباحه، وطبعا مغطي المناطق المملكه كامله، لكن الباحه صراحه مظهر المناطق السياحيه على اجمل وجه. ونشكرك يا اخ عبد الله، وبيض الله وجهكم جميعا، وشكرا لكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معك الكابتن سند العتيبي رحال بني سعد. جتنا دعوة وجاي من الطائف، يمكن هذه ثالث مشاركة لي في مع فريق الباحة رايدرز. ما شاء الله تبارك الله. أشوف من نجاح في نجاح. أنا شاركت في كذا تجمع لهم، كل نجاح أفضل من الثاني. اليوم سعدنا والله بالأماكن هذه الجميلة، ما شاء الله. أول مرة أنا أجي هنا صراحة، مع إني شاركت، بس إني أول مرة أجي في الأماكن هذه. ما شاء الله تبارك الله، ونشكرهم والله، واللسان عاجز عن شكرهم. وأيضا نشكر الجهات الحكومية والجهات المنظمة. شفنا شيء صراحة يسعد الصدر صراحة، ما شاء الله تبارك الله. ونشكر قناة رحال كرمين، الكابتن عبد الله مراد، كل الشكر على هذه التغطية الجميلة والاهتمام في القناة ذي. ولك مني كل الشكر والاعتزاز أنت والفريق والجهات المنظمة. حياك الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياكم الله. أول شيء سعدنا مشاركتكم هالايفنت البطل الباحة رايدرز. أتحفتونا وأتعبتوا من بعدكم بالتنظيم، بالاستقبال، بالحفاوة، بالتكريم. استقبالكم وتكريمكم ألطف من جوكم اللي احنا عايشينه الحين، ولا أجواء أوروبا. الناس تتكلم عن رحلات برا، احنا نقول تعال داخل وشوف اتفرج. تنظيم ما شاء الله تبارك الله بطل، تنظيم مرتب مجدول، برنامج ما شاء الله حافل مليان. بالنسبة للشباب احنا فريق رحالة حايل من حايل لبينا الدعوة، دعوة الأخوان بالباحة رايدرز. جينا مشاركين ومتمشين، وخير من 2000 عليهم، ما أقولها لا تزلفون ولا تملق. يكفينا فخر مشاركة سمو الأمير بندر، عضو من أعضاء فريق رحالة حايل، شارك بهالايفنت، وهذا فخر يخص فريق رحالة حايل ويخص كل دراج. وندل فإنما يدل على جهود الباحة رايدرز وتنظيمهم الجيد، حفاوتهم، استقبالهم. سعدنا بمشاركة سمو الأمير، سعدنا بلقاء الشباب هنا كلهم، ساعدنا بجمعة هالاخوان اللي ما شاء الله تبارك الله تقول عائلة واحدة. جنوب المملكة، شمال المملكة، شرق المملكة، غرب المملكة، كلها ما شاء الله تبارك الله، والله تقول كأنهم عائلة واحدة. ناهيك عن ما بي شهادتنا فيكم مجروحة، كل شوي ناقصكم شيء، تبون شيء كذا، هذا وقت راحتنا. ووقت الممشى سواء الشكر موصول للأمن العام ترتيبهم، للهلال الأحمر مشاركتهم وحضورهم، الكل زي الخلية جسم واحد مترابطين، سواء الصحة، سواء الأمن العام، سواء الأخوان بالتنظيم الفريق، كل الشكر والتقدير. وجت كلمتنا هذه على عجالة، والله لا تنظيم ولا رتبنا الكلمة، لكن دهمتونا ولو نبغى نسترسل لي الأسبوع قدام ما وفيناكم حقكم. الأجواء زي ما تكلمت، الناس تتكلم بأوروبا، أنا أقول أوروبا عندنا حنا هنا الحمد لله.
الشلالات، الخضر، المساحات، الطرق، الامان، الاكل، السكن، الباحه، الطائف، ابها، وين ما رحت. الله يمتعنا بس بصحتنا وبحكومتنا الرشيده اللي وفرت لنا هالامن وهالامان بخطط مستقبليه، تنظيم سابق، جهود جباره. اللي ما جاي يجي ويشوف ولا يتكلم لي حتى يشوف، ولا يقرر لي باوروبا حتى يشوف. هنا الشلالات تضرب قبل شوي على الخط، احنا نازلين الانهار ماشيه. امس الشلالات، غدا انا امس في شلال او منتزه ضيعت اسمه، النهر ماشي على طول، جالسين عنده الشباب يقول والله ولا اوروبا. معنا رحل دوليين، عمر الشمري اللي فخر ال50 دوله، والله قال هنا انها افضل من برا. معنا عبد العزيز ابو عبد العزيز عبد الرحمن البراك، معنا نهر الشمري، معنا احمد الخلف، كلهم رحالين دوليين بالفريق، كلهم شافوا برا وشافوا داخل هنا. ما في مقارنه، ما في مقارنه. السعوديه تفوز الحمد لله. لهجه، دين، لغه، عادات، تقاليد، عرف، الحمد لله تفوز بكل المعايير، كل المعايير تفوز. وعذرا اذا قصرت او تجاهلت بعض الامور سهوا. وياك. السلام عليكم، وياكم اخوكم عيسى الشحي من الامارات. اول شيء نشكر قناه رحال كرمين على هذه الاستضافه الطيبه واجواء الباحه هني والتنسيق مع الباحه رايدرز بالمناظر الجميله والشلالات والاجواء الطيبه. وننصحكم يا شباب اللي ما الباحه يقرب على الباحه في جنوب المملكه، اجواها ما شاء الله ما يحتاج، ويا مرحبا. ونحن موجودين هنا في النسخه الرابعه من المهرجان، وان شاء الله الزياره تتكرر للباحه. مشكورين يا الباحه رايدرز، وشكرا يا رحال كرمين على الاستضافه الطيبه. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمه الله. اول شيء قبل لا اعرف عن نفسي، قبل كل شيء الله يعطيكم الف عافيه على التنظيم. اخوكم فهد عنزي من الرياض، فريق رياض إليت بايكرز. جينا زياره المهرجان صراحه، ويعني عن نفسي انا بتكلم اني انا اول مره اجي صراحه، ذهلت جدا والله، ذهلت من حجم الاهتمام بالمنطقه، من تنظيم المهرجان، من جماليه المنطقه اللي كنت اتصور انها جميله، لكن ما وصلت معي مرحله الى انه هالجمال وهالخضره اللي صدق شفناها باوروبا، لكن اول مره اشوفها في السعوديه عندنا. والله شيء جميل. انا اشكر جدا والله صراحه امير الباحه، واشكر القائمين على التنظيم، ورحال كريمين ما قصر والله. اشكركم جميعا. باذن الله ما راح تكون زيارتي الاخيره عفوا، راح تكون باذن الله زيارات متكرره، مهرجان وغير مهرجان. وافكر صراحه اسكن بالباحه الامانه، يعني خلاص صراحه، يعني اقصى مشوار ربع ساعه وكل شيء حولك جميل، فايش ناقصنا ما نسكن بالباحه. الله يعافيكم جميع، شكرا لكم. والله اني اعجز عن التعبير صراحه. اليوم اشتغلنا هايكينج، وامس رحنا غابه رغدان، امس كنا في رغدان. صراحه كل شيء جميل، انا اعجز عن التعبير. الله يعافيكم صدق، والله اني شاكر ومقدر لكم صراحه. الله يوفقكم ان شاء الله، ومن هلا على ان شاء الله، وبلدنا ان شاء الله الى الامام ان شاء الله ننشط السياحه جميعا، ونوصل فيها ان شاء الله، ونحقق رؤيه المملكه ان شاء الله برعايه سيدي سمو ولي عهد الامير حمد السلام. الله يوفقكم جميعا. الله يحييكم. من فريق نخبه دراج الرياض. الفريق ما شاء الله تقريبا مشارك كامل، جايين في مشاركه في مهرجان الباحه، وشكرا للباحه رايدرز، وما شاء الله تبارك الله الاجواء والتضاريس والاماكن جدا ممتازه، ورحال كرمين ما قصر تبارك الله، ويعطيكم الف عافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ابراهيم من شركه هوندا. ما شاء الله مناطق الباحه فيها شلالات وفيها المناطق السياحيه، يعني ما شاء الله انبسطنا باجواها بضبابها بامطارها، ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء لا يوصف. طبعا نحن جايين من شركه هوندا، مساندين لدبابات هوندا. في عندنا العرض اللي هو القطع الغيار 45 خصم 45%، والشباب هنا ما شاء الله تبع الباحه رايدر ما قصروا في اي شيء، ما شاء الله كانت جهودهم ما شاء الله تبارك الله كويسه، والحمد لله على كل شيء يعني. الله يعافيك. كويس اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نرحب فيك استاذ علي من دوله قطر طبعا، وهذا شرف لنا انك تكون معنا في
في بلدكم الثاني. الله يسلمك، عز الله بلدنا. وجيتم عند اخوانكم في منطقه الباحه، وهذا شرف لنا انكم تواجدتم معنا في التجمع الرابع في منطقه الباحه. بيض الله وجيههم على الترتيب والتنظيم. مكان حلو والديره حلوه والترتيب حلو، جهود جباره، الله يجزاهم خير، ما قصروا. وشرف لنا ان احنا نكون هنا ونشارك معهم ونزورهم، جزاهم الله خير. اخواننا بيض الله وجيههم. ان شاء الله. ما ادري كيف انطباعك مع الشباب؟ لا جميل، يعني منظر مثل هذا الواحد يقعد عنده يشرح صدره، الهموم اللي راسه كلها تروح، وشوفت اللي مثلكم وشرواكم والربع كلهم، تعرف الرجال اللي بيهم خير، يعني صراحه بادره طيبه ويشكرون عليها صراحه. هذا راسي، الله يحييكم. الله يبارك. صراحه والله شرفتمونا في منطقه الباحه. الله يسلمك. الله يسلمك ونشوفكم على خير. الله يبارك. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. تشرفنا بالاستاذ يعقوب الشامي من دوله الكويت، وجونا ما شاء الله الى الباحه والى بلدكم الثاني من المملكه العربيه السعوديه، وجيتم في منطقه الباحه لحضور التجمع الرابع لفريق الباحه رايدرز. اول شيء الله يحييك، وشرف لنا انكم تواجدتم معنا في هذه المنطقه، وتواجدتم معنا في هذا الكرنفال اللي هو التجمع الرابع لمنطقه الباحه، فريق الباحه رايدرز. والله صراحه يعطيكم العافيه، جهود جباره، شيء ممتع بالامانه، يعني دون استثناء الكبير والصغير، يعني مجهود جبار، عساكم على القوه للامانه. يعني انا اشكر جدا اخوي علي المري من دوله قطر، اللي هو للامانه اتحفني بهالشيء هذا، وان شاء الله نجيكم كل مره، وان شاء الله تجون الكويت، وان شاء الله عسى الله يهنيكم على الاجواء الطيبه. الله يحييكم. اي والله. بلدكم والمنطقه منطقتكم في اي وقت ما بيجوا عند اخوانكم. اي والله، عز الله اخواننا. يعني ما يردك الا الجوال. اي والله اخواننا وعلى راسنا والله. بالعكس احنا ذاكره يعني الدرجه الناريه تجمع. اي والله. يعني شوف من دوله لدوله، والحمد لله يعني هذا فخر لنا والله. كلنا شعب واحد، كلنا اخوان، كلنا كتف واحد، والحمد لله على كل حال. الله يجزاكم خير على التجمع الطيب الحلو. الحمد لله. يعافيك ان شاء الله حبيبي، على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. سعدنا وتشرفنا في منطقة الباحة، وتحديدا في منتزه شلالات خيرة، بتواجد قائد شبكة الرايدرز في المملكة العربية السعودية، الكابتن أحمد الزعاقي. الله يحييك يا كابتن، وشرفتنا تواجدكم. ويجزاكم خير ويحييكم ويبقيكم. أنا أنتهز الفرصة بوجودكم جميعا، الرحال كرمين والدكتور بندر قشاش رئيس الباحة رايدرز، أني أشكركم شكر خاص، وأكرر الشكر وأعيد. الجهود هذه جهود كبيرة، والتنظيم هذا أكيد وراه رجال عملوا بجهد واجتهاد لتخرج بالشكل الجميل هذا. ورونا مناطق حلوة زي الشلالات هذه، ومناطق جميلة أمس، ومستمرين ما شاء الله في كل سنة بإبهارنا وشهادتنا مجروحة، لأنه ما شاء الله تبارك الله أبدعوا جدا وتألقوا. الله يعطيك العافية. وأنت كذلك. شرفتموني يا الغالي. يعطيك العافية. كم الرقم؟ والباحة اليوم تغني للحسام.